إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله ومما يجب على الوالدين حماية الأولاد من وسائل الفساد والفتن والدعوات المضلة قد كثرت واختلفت أساليبها وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا والعالم يصبح على أساليب جديدة من أساليب الفساد والإفساد ومن خطوات شياطين الإنس والجن. ولا شك أيها الأحبة أن هذا العصر قد بلغت فيه وسائل الفساد والانحراف ذروتها وتعددت وتنوعت ولم تقتصر على أماكن مخصوصة بل إنها عمت وطمت حتى دخلت البيوت بل غرف النوم. فالبنت المسنونة في المنزل تدخل غرفة نومها وتفتح الشاشة وتنتقل من قناة إلى قناة فتسمع وترى ما يبث في دول الكفر والفجور والانحراف من عهر وفجور وتبرج فتتحرك الغرائز وتفسد الأخلاق. بل في هذه القنوات مما يشكك في العقيدة والدين، والأب ربما يكون من الصالحين ويظن أنه يغفل بابه على أبنائه وبناته قد حفظهم من الفساد، بل ليس الأمر كذلك. وسائل الإفساد أيها الأحبة في الله منها الفيديو والديش، ومنها الشارع وقرناء السوء، ومنها الهاتف إذا أسيء استعماله، ومنها الإنترنت. وما أدراك ما الإنترنت؟ شبكة معلومات العالمية، شبكة وملتقى أدت إلى فساد جمع كبير من المسلمين، وخاصة من فتيات المسلمين وفتيانهم. فأصبحنا نقول رحم الله نباش الأول، وأصبحنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس عام ولا يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أخرجه البخاري من حديث أنس وغيره. ما من زمان ولا من عام إلا والذي بعده شر منه.
ولا ندري ماذا يأتي في الأيام والسنوات القادمة من وسائل الفساد والانحراف، وإلى الله المشتكى. أحبتي في الله، أخبر الحبيب صلوات الله وسلامه عليه بأنه ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، وستظهر الفتن في آخر الزمان، وستدخل الفتن أو نار الفتن في بيت كل مسلم. نعيش في هذه الأيام فتنا تموج كموج البحر، فتنا يرقق بعضها بعضا. نعم، وسائل الإفساد التي تستهدف عقيدة الأمة وأخلاق الأمة وشباب الأمة أخطر من كل فتنة، لأنها تشكك في العقائد وتؤدي إلى الانحراف وتؤدي إلى الشذوذ الجنسي، وتحارب الأخلاق الفاضلة وتدعو إلى الرذيلة والفاحشة والزنا وما إلى ذلك. أيها الأحبة، بعض المواقع تنشر الإلحاد والزندقة وتحارب الأديان، ولا تؤمن لله ربا ولا تؤمن للكون ربا ولا خالقا. بعض هذه المواقع أيها الأحبة أهلها أهل الرذيلة، أهلها أهل الزنا، أهلها أهل اللواط، أهلها أهل الشذوذ الجنسي. نعم، عندهم مواقع ينشرون هذه الرذائل عبر هذا الموقع، فيطلع على هذه الرذائل وعلى هذه الفواحش ملايين من البشر يوميا. فما أجدرنا أيها الأحبة في الله أن نبتعد عن الفتنة وننكرها في أنفسنا وأولادنا ومجتمعاتنا، لعل الله عز وجل أن يحفظنا وأولادنا من شرورها وأضرارها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اختيار الصديق، ومما يجب على الوالدين اختيار الصديق للولد، مما لا شك فيه أيها الأحبة أن للصديق أثرا بالغا على صديقه سلبا وإيجابا. ويكفينا في بيان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مبينا أثر الصديق على صديقه وأنه مؤثر به لا محالة. فعليك أيها الأب بالبحث عن صديق صالح وجليس ناصح لابنك قبل أن يختار هو، وقد يسوء الاختيار وهو الأغلب. واعلم أيها الأب أن ابنك لا بد له من صديق، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي كما يذكر ذلك علماء النفس والتربية، فهذا يميل إلى بني جنسه وأقرانه في السن. فما دام الأمر كذلك فابدأ أنت أيها الأب بالبحث عن صديق لابنك قبل أن يبحث هو، وراقب سيره معهم ولاحظ أخلاقهم وتصرفاتهم، فالفتن تحيط بالشباب أيها الأحبة في الله من كل جانب. فإذا أحيط بأصدقاء صالحين نشأ بتوفيق الله نشأة صالحة وأثرت فيه تربية الصالحة، وإن نشأ بين أصدقاء سوء فأثرت التربية عليها مهما كانت قليلة. فكلمة من صدوق سوء يمسح كل ما قال الوالدان، لأن هذا الصديق يخاطب العاطفة ويخاطب الشهوات، والأبوان والمربون يخاطبون العقل، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.